من بين المواضع عند كثرة الأعداء وكثرة الحاقدين وكثرة الحاسدين، خاصة قال وقت غيثنا. شو دينا رب العالمين سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنهم. سعيت أعذاو يلتهي زي إشكال لهميز الشيكان تعسك الشيكان صباح العشاء يهضر في الله كان إنك ربي وتخدم على الشغل وتخدم على الشغل وتضيع على وقتك ذي ذاس ورسهلك ريمانك ذي ذاس. إنك ربي زدنا فأعرض عنهم ومن بعد وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. نكني نقارس مرة ذي يونا كان يوني التهد زي سكايا ذي سكانة كيز دفير سكانة دي تبع قارس أشوك روح أشوك لغربي مقاريث ما مقرني غوليين مرة ديني يقول روح وكلاك ربي مقار حين روح وكلاك ربي. وما لنا اسنان الرسل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. نسي وشو غنسكل في ربي غنسكل في ربي تأذيما معليش ظلما معليش ولكن نصبر ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. النبي عليه الصلاة والسلام يوم قيل له اسم سيدنا أبو سفيان في غزوة بعد غزوة بدر أو في غزوة بدر يبغى يسخل عن بها إني ستنكم جمعين الغاشية ودسن يعني ودناس أن لا غادي نول وكون من سنجرين ونكسب دين نول وثنقلع بيزوراني صديق الوريكزيست رمضان. إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم جمعناكم للغاشي فاخشوهم فزادهم إيمانا. الصحابة إرنغي وليسن الإيمان أكثر فزادهم إيمانا فقالوا شدنا حسبنا الله ونعم الوكيل. وتزم المرأة تضر ورسلنا رغم النبي ابن عباس لو أن الأمة كلمة الأمة اجتمعت نجمع المرة يوكل كذر ورزمنا راه كذر مادام ربي وكي تضر والعكس صحيح. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. المقولة حسبنا الله ونعم الوكيل من ابن عباس ضرب في الناس قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. آخر حاجة من إبراهيم عليه السلام أسمي إشتدنا ثيانا ثمس إني اسم حسبنا الله حسبي الله ونعم الوكيل. تشو دي ترى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. موسى عليه السلام قمة التوكل اسمي غيث دي تبع فرعون وجنوده لحقنا الريف البحر هنا نسمدو كاريس يا موسى هنا نسفان البحر أرزاف النغير وين النغ أعذوة أرذفير النغ أمشر نخذ. فلما تراءى الجمعان يعني لين مولا فرعون الجنود ينس يتبعد موسى عليه السلام ديمدو كاليس ذين الحقيثن الزاريثن. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. داين خلاص ترويف لنا الحق النغد شو سنين موسى عليه السلام قمة التوكل قال كلا إن معي نوم نساء ربي ذي وما إلا ربي ذي كنت كذا إن معي ربي سيهدين. وهي قمة التوكل
عند كثرة الأعداء والحاقدين والحاسدين تشكل في ربي وانتهى ديس، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.